صباحكم فل. عايزة أكلمكم النهاردة على موضوع المهاجرين أو اللاجئين العرب في ألمانيا. المشكلة إنه إذا اشتغلت وثبت حالك في ألمانيا فأنت بتاخد فرص العمل بتاعتهم وبتاخد فلوسهم، وإذا معرفتش تشتغل وقعدت في البيت وخدت مساعدة من الدولة فأنت بتاخد برضو فلوسهم من غير ما تتعب. طب يا جماعة نعمل ايه؟ يعني ما نشتغلش ولا نشتغل؟ نفكر ولا ما نفكرش؟ ننتج ولا ما ننتجش؟ أنا مش قادرة أحط إيدي على هم عايزين ايه الألمان من العرب. السياسات القادمة كلها يعني مش حتى رمادية، سودة. ليه كده؟ مش عارفة. يعني هم بيفتحوا الباب للهجرة ويفتحوا الباب للعمالة، الكفاءات من العمالة والكفاءات من المؤهلين تعليميا للعمل. يعني بيفتحوا، يعني عايزين. طيب انت عايز وبعد ما يجوا تعملهم بأسوأ شكل، تعملهم دائما على انه غريب، على انه اجنبي، حتى لو معك جنسية، على انه مش من اهل البلد. يعني انا فوجئت بردود غريبة الشكل. يعني لما تقول فلان فتقول له ده فلان ده نصه مصري ونصه الماني، يقول لك بس اتولد في المانيا. يعني ايه اتولد في المانيا؟ يعني هو اللي اتولد في ألمانيا يبقى ألماني، واللي أخذ الجنسية وعمل اندماج وعمل انتجراسيون يبقى مش ألماني؟ وأنا مش قادرة أفهمهم بصراحة. الألمان يعني حيروني كتير برغم أن أنا بحب ألمانيا، لكن أنا مش قادرة أفهمهم. وخصوصا أنا عايشة في الناحية الشرقية، فالناحية الشرقية ليها طابع مغاير. يعني الألماني اللي في الشرقية غير الألماني في الغربية. أنا بحسد اللي في الغربية الحقيقة، لكن لظروف ما أنا ما أقدرش أمشي لأنه مرتبطة بحاجات هنا، فما أقدرش أسيبها. الحقيقة يعني أنا عايزة حد يطلع يقول لي اعملوا كده نحبكم، اعملوا كده نحبكم، اعملوا كده ما نحبكوش. لكن تعملوا كده ما نحبكوش، تعملوا كده ما نحبكوش، تعملوا كده ما نحبكوش، ده مش حل. لأن لازم تفهم كألماني إن الناس اللي هنا عايشة دي، اللي بتدفع ضرائب زيها زيك، واللي بتشتغل وبتفيد البلد زيها زيك، واللي ولادها هيبنوا البلد زيها زيك في المستقبل، مش زيها زيك، أحسن منك لأن أنت ما عندكش ولاد وأنا عندي ولاد. فيعني يبقى في احترام، يبقى في نوع من الريسبكت إنه كلنا بني آدمين، كلنا طالما بننتج، طالما بنتعلم زينا زيكم، طالما بندفع ضرايبنا، طالما بنشتغل، طالما ما فيش حاجة اسمها أصل انتوا واصل احنا. لا يا حضرتك، كنت بقى تقفل الباب وتقول أنا مش عايز حد يخش البلد دي أصلا. إنما مش تفتح الباب وبعد ما تجيبهم تديهم على قفاهم وتعاملهم بقلة أدب وتعاملهم بإن هم أقل منك وتعاملهم على إنهم انتوا ليه لابسين حجاب، وانتوا بعد شوية هتحتلونا، وانتوا بعد شوية بتاخدوا الناس مننا ويبقوا مسلمين. يعني إيه؟ يعني كأن الناس مغيبة، كأن الناس ما عندهاش مخ، ما عندهاش عقل، وإحنا بقى اللي بنسحرهم، وإحنا من اللي بناكلهم، وإحنا اللي بناكلهم بناكلهم بالليل ونخلص عليهم بالليل، فهم يعني زعلانين عليهم ما بيلاقوهمش الصبح. انا اتقالت لي حاجه غريبه جدا من الماني. اتقالت لي العرب بيضحكوا ومبسوطين برغم من انهم فقراء وبياخدوا مساعده من الدوله، واللي مش منهم فقراء ومعاهم فلوس بيجيبوا احسن عربيات وبيركبوا احسن عربيات. طب يعني انتم متضايقين ان هم بيضحكوا؟ هل هم بيجيبوا الحاجات دي من جيبكم ولا من جيبهم؟ كونهم بقى بيضحكوا دي مشكلتهم هم، مش مشكلتكم. انتوا ما تعلمتوش تضحكوا، مش مشكلتنا.
ما عندكوش حاجه تديكوا طاقه ايجابيه، مش مشكلتنا. ما عندكوش اله يسبورت يو، مش مشكلتنا. عندكم مشاكل حلوها يا جماعه الاول بعدين نتكلم. لكن ما تعاقبش اللي قدامك عشان بيضحك. يعني الناس لا هم مبسوطين عشان انت زعلان، ولا هم مبسوطين عشان انت مبسوط. يعني مش فاهمه. صباحكم فل. رشا امين من المانيا.